اولا اليوم نحتفل ببراءة اولها رشيد عوين واخرها كثيرا من شرفاء الجزائر الذين الان اذا راوا اليوم براءة رشيد فانهم ستحيا نفوسهم وتستيقظ ضمائرهم. هذه البراءة اليوم هي براءة لكل الشرفاء الذين رأوا الفساد ورأوا الجرائم ورأوا كل ما فعله النظام. لستم لوحدكم ومعكم الشرفاء والخيرين. اليوم براءة لرشيد هي براءة لكل أولئك الذين لا زالوا من وقت إلى وقت بدأت يعودون إلى ضمائرهم. رشيد الآن رفع قضية وتحدى كل التحديات فوجد حوله رجال، ومن هو على شاكلة رشيد حتما سيرى البراءة. اليوم ننوه بدور القضاء الذي ولا نرمز له لشيء إلا لصحوة الضمير. ثانيا يجب أن يعلم كل الناس أن هذا الضغط الذي بدأ يكبر شيئا بشيء بدأ يأتي بنتائجه. فالبراءة كذلك لم تمنح لرشيد مجانا، ولكن كان بفضل ضغطكم وكان بفضل نضالكم، وهو كلمة مرادفها كلمة الأمس تثبتها كلمة اليوم. أننا اليوم فعلا أن براءة رشيد عوين لم تأتي مجانا ولم تأتي سدى. براءة رشيد عوين اليوم قد انتزعناها وسننتزعها مع كل من يقف وقت رشيد عوين. وبالأخير يجب أن نعلم يقينا ولا شك أننا إن شاء الله سيأتي غير رشيد وسنقف مع غير رشيد وسينال البراءة ثم ينال الرفعة التي نالها الرشيد اليوم عوين، لأنه اليوم رفع بفضل الله ثم بفضل وقفتكم. ولهذا نقولها ونعودها أن التغيير يأتي بخطوات، واليوم أول خطوة تغيير إن شاء الله جاءت من أخونا المناضل، أخونا الذي ضحى بمنصبه. ولو أحب أن يترقى لترقى، ولو أحب زيادة في الأجرة لزاد، ولكن هي صحوة الضمير نقولها ونعيدها ونمرر رسالة إلى كل الشرفاء أنه آن الأوان لتخرج الناس من صمتها، لأننا نعلم في ديننا أن الساكت عن الحق ومن لم يقل اليوم ما رأى وما نظر وما شاهد من فساد ومن اختلاسات سيأتي يوما يقوله بطريقة أخرى، وهذا لا نتمناه. نتمنى صحوة الضمائر عوضا على أن يأتي ذلك اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ. بارك الله فيك.